صابر تلميذ صادق أمين، أحبه أصدقاءه ومعلموه لحسن خصاله. كان صابر يهوى الرسم، وقد لاقى من والده العم صالح الصد والرطب، باعتقاده أن الرسم بأصنافه مضيعة للوقت وإهمال للدروس. استعدت السيدة صباح العم صالح ورجته بأن يعطي ابنه صابر فرصة كي يصقل موهبته في هذا الفن الراقي. لكن العم صالح كان صلبا في مواقفه متمسكا برأيه. كلما أبصر ابنه يرسم صورة مزقها ثم انهال عليه باللوم والنصح. ظل الطفل الصغير يبذل قصارى جهوده للحصول على معدل مرموق، وكان صابر يقضي وقت فراغه في ممارسة هوايته. كان يرسم الصور ويخفيها عن أبيه. حصل صابر مجموعة من الصور الرائعة فشارك بها في المعرض السنوي للصانعين الهواة. نالت صورة صابر الاستحسان واستعدت لجنة المعرض العم صالح لحضور حفل تتويج ابنه، وما إن أبصر كلمة الرسم في الاستدعاء حتى مزقه وهم بلوم صابر متهما إياه بعصيان أوامره. صمت صابر قليلا ثم سلم أداء استدعاء ثانية، ففحصه العم صالح بدقة ولم يصدق ما قرأه. لقد تحصل صابر على أفضل معدل في الجهة، وقد دعي صحبة أفراد أسرته لحضور حفل التكريم. سأل العم صالح صابرا عن سر نجاحه فأجابه بصراحة وصدق: لقد حفزني الرسم على العمل المتواصل. سر العم صالح وحضر الحفلين، ثم أهدى ابنه علبا زيتية مختلفة الألوان لرسم أجمل الصور.